أهلا بكم مشاهدينا، حلقة جديدة وتيجي نبنيها. بنلتقي معكم دائما على شاشة المصرية في هذا التوقيت من يوم الخميس من كل أسبوع. بنتكلم فيه عن موضوعات مختلفة. النهاردة هنتكلم عن موضوع اتكلمنا فيه كتير وهنتكلم عنه كتير أكيد في الفترات القادمة إن شاء الله، لأن بيهم قطاع كبير جدا من الناس وبيمس قطاع كبير جدا للأسف أصبح بيعاني هذه الأيام معاناة يمكن بتزيد قليلا عن معاناة باقي الناس في المجالات المختلفة. بنتكلم عن الطفولة أو الأطفال في مصر وأهم المشاكل اللي بيتعرضوا ليها، وتحديدا الأطفال الأكثر تعرضا للمشاكل والمخاطر، أطفال الشوارع، أطفال اللي بيتعرضوا للعنف سواء في البيت أو في الشارع أو في أي من الأماكن اللي هم بيكونوا موجودين فيها. ضيفتنا النهاردة هتكلمنا بمزيد من التفصيل عن مجهودات المجتمع المدني ومجهودات المجلس القومي للأمومة والطفولة للتعامل مع هذه القضايا. الأستاذ دكتور هالة أبو علي، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، الأمين العام السابق للمجلس القومي للأمومة والطفولة وعضو مجلس النواب. أهلا بيك معنا. أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا وسهلا بالسادة المشاهدين. أهلا بيك دكتور. دكتور هالة طبعا هي الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للطفولة، المجلس القومي عفوا للطفولة والأمومة. حضرتك طبعا في أمين جديد بيتولى المسؤولية الآن، وقمتم بمجهودات على مدار عام كامل. عايزين منشطات عناوين لأهم القضايا اللي اشتغلتوا عليها خلال العام اللي فات والنجاحات التي تحققت والملفات اللي لسه مفتوحة. شكرا جزيلا. الحقيقه انا يعني شرفت بندبي كامين عام للمجلس القومي للطفوله والامومه من الجامعه للمجلس لمده عام، والعام بتاعي خلص في خلاله. يعني اقدر اقول ان انا تعلمت الكثير عن القضيه بشكل اكثر عمليه، يعني خدت من النظريه الى التطبيق. واقدر اقول ان الحمد لله ربنا وفقنا ان احنا ننجز الكثير من القضايا. اولها ان احنا قدرنا نحط السياسات العامه للطفوله في اطار رؤيه مصر 2030، وعملنا كمان الخطه القوميه للطفوله، خطه خمسيه للطفوله المفروض ان هي تبتدي تطبق من عام 17 لحد 22، وان السنه اللي جايه دي هتبقى زي سنه تجريبيه للخطه عشان نتاكد اذا كان فعلا هي ممكن تطبق على الارض ولا لا. وطبعا اقدر اقول انه برضو المجلس القومي للطفوله والامومه عنده دور مهم دولي واقليمي وعربي. فاحنا تابعنا اتفاقيه حقوق الطفل الدوليه، والمفروض ان شاء الله بيتسلم التقرير الدوري بتاع مصر الخامس والسادس اخر السنه دي، ففي مسوده يعني جاهزه للمراجعه. ويعني اقليميا احنا مع الاتحاد الافريقي حضرنا القمه الافريقيه الاولى للفتيات علشان ضد الزواج المبكر للفتيات وضد الختان. وايضا قمنا باستضافه دوره تدريبيه للتعرف على كيفيه حل هذه المشاكل اللي بتواجه الفتيات لمنطقه شمال افريقيا. وبرضو على الصعيد العربي الحقيقه مصر هي كانت في خلال السنه اللي كنت موجوده فيها شرفنا ان احنا نكون رؤساء الدوره ال21 للجنه الطفوله العربيه، اللي من خلالها يعني قدرنا ان احنا نحصل على انه نعمل برلمان للطفل هتستضيفوا إمارة الشارقة.
فدي حاجه يعني بقالنا من ساعه ما وقعنا على اتفاقيه حقوق الطفل بنحاول ان احنا بنعمل برلمان للطفل. فدي يعني حاجه احنا سعداء ان قدرنا نحققها. الحاجه الثانيه عملنا المؤتمر الثالث للبرلمانيين العرب لقضايا الطفوله، علشان نقدر ان احنا يعني نوعي البرلمانيين بالقضايا ونخليهم يبقوا مهتمين، بحيث ان احنا يقدروا يساعدوا المجلس القومي او المجالس القوميه للطفوله والامومه في جميع الدول العربيه على انفاذ التشريعات المختلفه التي يهتم بها الاطفال، وايضا كيفيه ان هم يعملوا دور رقابي اضافي للقضايا دي. برضو احنا استضفنا الاجتماع التشاوري لدول شمال افريقيا والدول العربيه، يعني او المينا ريجن اللي هي الشرق الاوسط وشمال افريقيا، لخطوط النجده، لخطوط نجده الطفل بالتعاون مع المنظمه الدوليه لخطوط نجده الاطفال. فالحقيقه هي كانت سنه مثمره جدا، عامره بمختلف البرامج. وهقدر على الصعيد الداخلي بقى خليني اقول لك شويه برامج يعني من اهم الانجازات ان يعني وكان الحقيقه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم جدا بهذه القضيه، ويعني بنشكره لاهتمامه ودعمه. الحقيقه انه قدرنا ان احنا نصدر مجلس الاداره لصندوق رعايه الطفوله والامومه، وفعلا عملنا اول اجتماع وحطينا اللوائح التنظيميه لهذا الصندوق، وكنا يعني اتفقنا مع اليونيسف انه هنعمل يعني زي حفله اطلاق وجواها. هو لم يطلق بعد؟ لا هو اطلق، لكن احنا عاملين بزنس ديفلوبمنت لبعض المشاريع التي يعني انا بحس بقى رجال الاعمال والمسؤوليه المجتمعيه للشركات الخاصه الكبيره ان هي توفرها. فكانت يعني الفكره انه نساعد على تمويل مشاريع فعليه على الارض تساعد الاطفال، ويعني نوفر من على حمل الموازنه العامه للدوله. يعني دي مجهودات رائعه، وبالتاكيد على مدار سنه كان في مجهودات في مجالات مختلفه زي ما دكتور هاله تحدثت. الان خلينا ندخل بقى بالتفصيل. حضرتك اتكلمتي عن خطه قوميه للطفوله، خطه خمسيه قوميه للطفوله بتبدا من 2017 العام القادم ان شاء الله وتنتهي في 22 ان شاء الله. اهم ملامح هذه الخطه؟ الخطة ملامحها ان احنا بتدور حوالين حقوق الطفل في اهداف عامة كبيرة، في 3 اهداف عامة كبيرة نقدر ان احنا نقول ان هي بيحاول ان هي نحققها. الحق في الصحة للاطفال، حق في الصحة يعني أيوة. والرعاية الصحية الجيدة. نقول انه الهدف الاخر انه التعليم، الحق في النماء والترفيه والتثقيف، يعني التعليم والترفيه والتثقيف للاطفال، والحق في الحماية ضد جميع أشكال العنف المختلفة اللي أنا يعني لو تحب ممكن أعددهم هنتكلم عنها بالتفصيل لكن ده بشكل ده الأهداف العامة لو نقدر نقول إن هي أفقية بيتقاطع معاها بقى داخل هذه الأهداف في منهجية إعداد الخطة فكرة المشاركة، مشاركة الأطفال في قضاياهم. وده فعلا احنا عرضنا عليهم السياسات العامة والرؤية العامة للخطة قبل ما نضعها. بمعنى ان حضراتكم كان في عينة من الأطفال قعدتوا معاهم وعرضتوا معاهم الموضوعات والقضايا اللي بتمسهم. بالظبط عشان نسمع منهم ونعرف ايه احلامهم اللي هم يحبوا يشوفوها على ارض الواقع، وازاي ان احنا نقدر ننفذها. وبعد لما سمعنا منهم قعدنا بقى خلال يعني حوالي 10 اشهر نكتب في الخطة دي، ورجعنا للاطفال تاني نسألهم هل احنا قدرنا نترجم احلامكم لخطة على ارض الواقع بالشكل اللي انتوا تحبوه. والحقيقة يعني
يعني انا دايما بيجي لي شحنه ايجابيه من القعاد مع الاطفال أكيد. لانه يعني دايما بيلقطوا حاجات وبتلمع افكار، يعني الواحد بيسعد وبيفاجئونا كمان يا دكتور. يعني بيبقى في امل في المستقبل انه فعلا يعني هنقدر ان احنا نحقق الهدف العام ان شاء الله لرؤيه مصر 2030، ان احنا في مصاف نبقى في مصاف اكبر 30 إن شاء الله. دوله ان شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الحاجه الله. اللي خليني على طول اقول لك برضو اللي بيتقاطع ايه كمان مع الاهداف اتفضل. دي، موضوع الفقر، قضيه فقر الاطفال والفقر المتعدد الابعاد بشكله، مش هدخلك في تفاصيله. حاجه تانية بنشوف ان هي رأسيه بتتقاطع مع جميع الاهداف الصحيه والتعليميه والحمايه. الاعلام الحقيقه يعني الإعلام. طبعا الاعلام والدراما مهمه جدا ان هي تساعدنا علشان نقدر نحقق الاهداف دي، لانه يعني انتوا القوى الناعمه اللي بتدخلوا جوه كل بيت ورسائلكم بتوصل اكتر من اي مجهودات توعيه بنقدر ان احنا نعملها على الارض. فيعني انا بحملكم هنتكلم عن كل ده بتفاصيل اكتر، لكن هل في خطوط اخرى؟ الخط الاخير هو طبعا الرصد والمتابعه والتقييم. يعني احنا لازم نرصد ونتابع ونقيم كل الاعمال اللي احنا يعني كده، ده بشكل عام. طيب. المنهجيه او والاهداف الاستراتيجيه بتاعه الخطه التنفيذيه. يبقى في الاهداف الاستراتيجيه احنا بنتكلم عن الحق في خدمه صحيه لائقه للاطفال، بنتكلم عن تعليم لائق مناسب للاطفال، بنتكلم عن حمايه ضد جميع اشكال العنف. كلها طبعا مهمه، لكن خليني ابدا من الحمايه واشكال العنف المختلفه اللي حضرتك اتكلمت عليها، وتحديدا الاطفال الاكثر عرضه للخطر واطفال الشوارع. اعتقد المجلس القومي للطفوله والامومه اطلق خط نجده الطفل. بدايه عشان نقول للناس رقم هذا الخط، وامتى الطفل او اي من ينوب عنه يقدر يتصل بهذا الخط؟ الخط نجدة الطفل هو خط 16,000. احتفلنا أيضا ب10 سنين لإطلاق هذا الخط. 10 سنين. أيوة. يعني هو كون إن اسمه خط نجدة الطفل مش معناه إن إحنا عندنا عربيات نجدة عشان ننقذ الأطفال، ولكن إحنا بنتلقى البلاغات. أي حد عنده أي تساؤل بشأن أي طفل يعني اهلا وسهلا بيه انه يتصل طبعا على خط 16,000، لانه كمان الخط بيدي مشوره اسريه ازاي يقدر التربيه الايجابيه، ازاي الاهل يقدروا يربوا. يعني مش بس ان في طفل عنده مشكله عنف، لا ده كمان اي من اولياء الامور يقدر يتواصل مع الخط وياخد مشوره اسريه زي ما حضرتك بتقول. بالظبط. واي طفل يقدر يتصل كمان ياخد اي مشوره، يقدر يقول ان مش عارف اتعامل مع اختي، مش عارف اتعامل مع والدتي، مش عارف اتعامل مع زميل في المدرسه، مش عارف عندي مشكله مع مدرس، ايا كان اي حاجه. يعني مش لازم يكون في يعني وقعة تسول او ضرب او قتل علشان حد يتصل بخط نجدة الطفل، ولكن اي تساؤل بشأن الاطفال احنا بنرد عليه، من مشورة اسرية لتساؤلات صحية، لان في اطباء بيردوا على الخط كمان، دعم قانوني، اي تساؤل قانوني لو حد عنده سؤال قانوني بشأن الاطفال بتوعه، اي حد عايز حماية اجتماعية مش عارف اذا هو ممكن يخضع لاي خدمة من خدمات وزارة التضامن الاجتماعي، ممكن ان هو برضو يتصل على الخط. يعني اي حاجة تيجي في خاطر اي حد بشأن الاطفال ممكن يتصل بخط 16,000. خط حماية خط نجدة الطفل 16,000 او 16 3 اصفار. ايه اهم القضايا خلال السنة اللي فاتت اللي كانت الاكثر الحاحا على الخط؟ شوف يعني انا هقول لك ان احنا بيجي لنا حوالي 1500 مكالمه في اليوم، يعني فيها 50 من او 1500 مكالمه في الشهر، خلينا في الشهر 50 منهم هم اللي بيبقوا بلاغات، يعني بيرقوا الى بلاغ فعلا. يعني الحاجات التانية بتبقى مشهوره يعني بتخلص بالمكالمه التليفونيه، لكن ال50 دول يعني للاسف في تزايد شديد لحالات العنف
الحقيقه. والعنف بكافه صوره، يعني سواء زواج مبكر بنعتبره عنف، حالات ختان يعني دي بنعتبرها من العنف، عماله اطفال، اطفال في وضعيه الشارع، العنف المدرسي، العنف الاسري، يعني جرائم الانترنت، يعني كل الحاجات دي بتقع تحت مظله العنف الحقيقه ضد الاطفال، ودي بتتزايد اكثر فاكثر للاسف. هل في تحليل او رصد معين النوعيات دي من الجرائم، اقصد بها العنف هنا، بتتصاعد فين وفي فترات في اعمار سنيه عمرها قد ايه؟ بتعملوا ده؟ ايوه احنا بنعمل تحليل لكل البيانات دي على حسب نوع العنف، مصدره ايه، السن، الفئات العمريه، المنطقه، ويعني بنقدر انه في قاعده بيانات واسعه ممكن ان احنا نطلع منها اي حاجه من يعني اي عاده جرائم العنف بتكون في اي من المناطق، وما هي الفئات العمريه اللي بتتعرض اكتر للعمر بالنسبه للاطفال؟ يعني انا مش حافظه يعني في المنطقه، بس يعني خلينا اكتر فئات على حسب نوع العنف. لو العنف البدني اللي في الاسره، اكتر فئه بتتعرض للعنف الحقيقه الاطفال اللي ما بين 3 ل 4 سنين، يعني هم دول اكتر اطفال من 3 ل 4 سنين. 4 سنين ده سن يعني صغير جدا للاسف. يعني لا، لان هم يعني في العنف الاسري الكتير الاهل ما بيعتبروش ان حاجه غلط، يعني ان انا اضرب الطفل بتاعي او غيره، ده مش طب خلينا بس نقنن الامور هنا، لان قد يختلط على البعض. لما بنتكلم على عنف اسري، احيانا الطفل بيخطئ فبيحصل قدر من العقاب في الاسره، من العقاب البدني، خلينا نقول العقاب البدني، العقاب البدني. ايوه وان كانت برضه في عنف لفظي، ولكن خلينا انا بتكلم على العقاب البدني، العنف البدني، بتكلم عن العنف البدني تحديدا. امتى اقول ان هنا لا، ده هنا في عنف، هنا الطفل ده تعرض لعنف ومغالاه في العقاب؟ لما يحصل ايه؟ لما يتعور؟ لما يحصل له ايه؟ يعني هو احنا بالنسبه لنا لما يتضرب بس ده مجرد الضرب، ده مجرد الضرب ده عنف، لكن هقول يعني في بقى يعني فدايما بنتدخل حتى لو ما ظهرش علامات عنف بدني، لانه لما توصل لمرحله ان حد من الجيران يتكلم، او حد اخت كبرى لطفل تتكلم، او غير، لازم يعني ما يبقى فعلا يعني في مشكله كبيره، في مشكله، وكتير ما بيبقاش، مش دايما بيبقى الاولاد ده في علامات ضرب، لكن دي هتخلي الطفل ينشأ بمشاكل يعني صعب التخلص منها. طيب في المستقبل بتتدخلوا ازاي؟ شكل التدخل اللي بيكون هنا ايه؟ احنا الحقيقه في جنب خط النجدة في منظومه حمايه، يعني دي من الحاجات اللي برضو اشتغلنا عليها خلال السنه اللي فاتت، ان احنا نحاول ان احنا نعمل مؤسسيه للجان الحمايه دي. المؤسسيه لجان الحمايه المفروض ان هي كل محافظه فيها لجنه عامه برئاسه المحافظ، ويبقى في لجنه فرعيه في كل مركز من مراكز هذه المحافظات واصله باللجنه العامه. وكمان في قاعده من المجتمع المدني كبيره، هي كمان بتشتغل معانا في هذه القضيه. فاحنا لما بيجي لنا بلاغ، ان احنا بنشوف ان هو بيرقى الى بلاغ، بنكلم حد من الجمعيات الاهليه الشريكه او اللجنه الفرعيه، وهي تكلم الجمعيه الاهليه، وحد اخصائي نفسي او اجتماعي بيروح يبص على اذا كان البلاغ ده صحيح، ولا ده بلاغ كيدي، ولا بلاغ كاذب. وبعد كده لما بيتاكد من ان فعلا في مشكله، في بقى المشاكل بتتعدد التدخلات بتاعتها، خصوصا لو كانت يعني لو كان ضرب، لو كان الضرب مش لم يرقى للجروح وغيرها، بيبقى بنقدر ان احنا نعمل دعم نفسي للاسره، يعني نحاول ان احنا نحسهم على التربيه الايجابيه. يعني الاخصائي الاجتماعي بيقعد مع الاسره وبيبتدي يعمل قدر من التوجيه وقدر من الدعم النفسي والاجتماعي للاسره. بالظبط، وعلى كذا فتره، يعني مش بس
يعني مرة واحدة، ولكن في فترات عديدة. وده اللي دفعنا الحقيقة ان احنا نطلق حملة للتربية الإيجابية خلال السنة اللي فاتت برضو على شبكات التواصل الاجتماعي. الشعار بتاعها يعني بالهداوة نكبرهم وبالقساوة نكسرهم. فيعني وفيها بنقدر ان احنا كان في لايف شات وكان في رسائل بتنزل كل يوم، والحقيقة نقدر نقول انه في حوالي 20 مليون واحد كان يعني متابع الحملة بشكل طب ده رقم جيد جدا. والحقيقة انا سعيدة بيه، يعني انه فعلا في فيدباك او في يعني مردود بيرجع لكم، حد بيرد بيقول لكم لا في الشغل ده كويس ارجوكم ركزوا عليه اكتر او افتحوا له مجالات اكتر، لا النقطه دي هنا ضعيفه حاولوا ان انتوا تشتغلوا عليها بشكل افضل؟ كتير من يعني ساعه الحمله اللي كنا عاملينها على الانترنت للتربيه الايجابيه الحقيقه او على شبكات التواصل الاجتماعي، كتير كانت من الناس انتوا مش بتعملوا الحمله دي ليه على مستوى التلفزيون والراديو وتنزلوا الاعلانات، لان كان في اعلانات مصوره وفي اعلانات صوتيه ترقى ان هي تقدر تنزل في التلفزيون وفي الراديو. فكنا سعداء انه وفعلا وطلعوا بشويه افكار اخرى، يعني هي دي كانت تحضير لان ان شاء الله يعني في المستقبل على اكتوبر اللي جاي تنزل الحمله على مستوى الاذاعه والتلفزيون ايضا. بس جميل. كانت الفكره الحقيقه انها نبتدي بيها على شبكات التواصل الاجتماعي، ان احنا نختبرها ونشوف هل الرسائل واضحه ولا لا، لان طبعا ما هياش مكلفه زي الاذاعه فالاختبار والفيدباك كان جيد جدا بدليل ان كان في اكثر من 20 مليون زي ما حضرتك بتقولي. السؤال في دقيقه عشان نطلع لفاصل سرعه. الطبقات الاجتماعيه او الفئات الاجتماعيه اللي كانت بتتواصل معاكم هل هي من اي نطاق ولا ما كانش في وقت لا بي وسي نقدر نقول ان احنا يعني احنا مع كنا مقسمين الشرائح المجتمع لألف وب وجيم. جميل. ألف اللي هي الطبقات العليا وب الطبقات المتوسطة أو يعني المتوسط فوق المتوسط، والدنيا هي بقى السي يعني. فكان كتير بيتواصل يعني، وهي كانت الحملة خصوصا لما هتطلع على الإذاعة والتلفزيون هتبقى يعني عايزة توصل لقاعدة أكبر من السي الحقيقة أو نقول الفئة جيم يعني، لأنه كان معظم الناس على شبكات التواصل الاجتماعي إما من الفئة ب أو من يعني نقدر نقول ب أو جيم يعني. طيب. يبقى بعد الفاصل هنتكلم عن دور الإعلام والدراما في مساعدة المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات التابعة للدولة في التعامل مع القضايا الخاصة بالطفل وتحديدا قضايا العنف والتعليم والصحة. ومعانا في الاستوديو دكتور هالة أبو علم الأمين العام السابق للمجلس القومي للطفولة والأمومة بعد الفاصل. بنجد تحية مشاهدينا الكرام. الإعلام والدراما ودورهم في مواجهة العنف في بالتأكيد الموجه للأطفال في المجتمع المصري. دكتور هالة أبو علي الأمين العام السابق للمجلس القومي للطفولة والأمومة، الإعلام ودوره والدراما ودورها، احنا مقصرين ولا احنا بنشتغل كويس ولا انتوا شايفين الموضوع ازاي؟ لا الحقيقة يعني في جزء مقصر وفي جزء لازم نحط عليه اللوم الشديد. يعني الدراما أنا بلوم عليها جدا يعني، وخصوصا يعني لو رجعنا شويه هو كان شهر رمضان الكريم لسه خلصان من قريب بكميه مسلسلات وبرامج مختلفه يعني كانت بتحث الناس على العنف ضد الطفل وضد المراه الحقيقه. وده يعني حتى لو هو يعني انا عارفه دايما بيبقى رد بتوع الدراما ما هو ده المجتمع بتاعنا، احنا يعني انتوا حاطين راسكم في التراب زي النعام.
ايوه ده المجتمع بتاعنا، بس احنا عايزين نعالجه بشكل ايجابي، مش بان احنا نصدر السلبيه للاسر اللي ما فيهاش الحاجات دي. طب خلينا يعني نضرب امثله للناس بالبرامج او بالمسلسلات او حتى بالافلام، بمشاهد منها مثلا او في تناولها اللي ممكن تكون بتشجع على العنف، سواء بتشجع على العنف ضد الطفل او ضد المراه. هقول لك على حاجه مثلا، مش عايزه اذكر حد مشهد بحاجه بشكل عشان عام. لا يعني يعني في حادثه حصلت كانت على الجورنال، خلينا كانت موجوده في طفل قتل طفل. لما اتسال في قسم الشرطه انت عملت كده ليه؟ قال انا بقلد عبده موته مثلا. يعني دي حاجة زي كده يعني توجع القلب. يعني هو الولد يعني عمل الفعل الإجرامي البشع ده بأنه قتل صديقه لأنه شايف إن دي حاجة حلوة. بطولة. يعني إن هو لأنه دي حاجة كانت في إطار موسيقي وغيرها بتحس الأطفال على العنف. هو مش عارف إن ده هيؤدي، يعني هيجي صحي صاحبه مش هيصحى. يعني فما ينفعش لما انا اقول مشاهد بموت حد وان دي حاجه واعلانات يعني تحض الناس على الاسترجال ولا ما اعرفش ايه، يعني انه في يعني لازم الرسائل تكون يعني شويه افضل، او يحدوا الناس على التحرش. حتى طريقه كلام بتحصل في بعض الاعلانات اللي يعني احنا شاكرين للمجلس حماية المستهلك انه تدخل الحقيقة يعني وكده في انه وقف بعض هذه الاعلانات، لان دي اساءة للاطفال. ويعني وحتى كتير ممكن ناس تشوفها ان هي ده حاجة لطيفة الاطفال يعني بتضحك، بس لا يعني دي انا بالنسبة لي مؤشر خطير. حضرتك بتتكلمي دكتور هالة على نقطة هامة جدا، صانعي المسلسلات والدراما والأفلام وحتى الإعلانات والبرامج. الناس بتتخيل انها بتقدم وجبة طريفة، بتقدم بطل بيقتل وبيضرب وقد يتلفظ كمان بألفاظ غير لائقة، وفي النهاية هو البطل اللي الناس كلها بتحبه، فبيكون نموذج غير طيب وغير سوي بنقدمه لأولادنا، وبالتبعية ممكن تحصل قضايا وقتل زي ما حضرتك بتقولي. صحيح صحيح. يعني فدي الحقيقة دي بتؤلمني الحكايات دي جدا، يعني لأنه كل المجهودات اللي بنحاول إن احنا نعملها من توعية على الأرض وغيرها يعني بتضيع بإعلان أو طيب بأغنية المجلس أو القومي للطفولة والأمومة أو العاملين في مجال حماية الطفل والطفولة والأمومة ازاي بيواجهوا بفاعلية، مش مجرد الشكوى او الرصد، ازاي بواجه بفاعلية هذه النوعية من الدراما والاعلانات وحتى البرامج التي تقدم في التلفزيون؟ يعني احنا زي ما قلت لك ان احنا بنحاول نطلق حملات توعية يعني يعني بعدم العنف ضد الاطفال، ازاي ان احنا نقدر نبص نعالج الظواهر السلبية بشكل ايجابي. يعني دايما اثبتت الامور انه احسن واحد يتكلم عن التربية الايجابية عن ما انه يقول للناس ايه التربية الخطأ. يعني فبرضه دي اللي بنحاول دايما ان احنا نعالج القضايا او المشكلات الكبيره بان احنا نقول للناس الحاجات الايجابيه، مش ما نحطش ايدينا على السلبي، لانه ممكن حد ما يكونش واخد باله منه. فلما بتحط الضوء، بتسلط الضوء عليه، بيفتح مخ الناس لحاجات سلبيه هي ما كانتش عنده. طب واحنا بنتكلم عن التربيه الايجابيه، وانتم اطلقتم دعوه على وسائل الاتصال على الانترنت، وزي ما حضرتك تفضلتي في حمله على وسائل التلفزيون او القنوات التلفزيونيه المختلفه مرتقبه في اكتوبر القادم ان يرجع للامين العام ان شاء الله، وهنتكلم عنه عن القضايا المفتوحه. طيب تربيه ايجابيه، يعني ايه تربيه ايجابيه؟ وكنتم تقصدوا ايه؟ وايه اهم ملامح التربيه الايجابيه اللي انتم كنتم بتحاولوا تعرفوا الناس بيها؟ يعني انه ازاي انه ممكن بنفس الطريقه تقول حاجه تجرح، يعني حتى لو اتكلمنا لفظيا، يعني نفس الرساله توصل اما بشكل ايجابي او بشكل
سلبي. فبدل ما حد يقول لحد مثلا انت عملت كده ليه، ولا انت يعني يعنف الطفل، ممكن يفهمه او يقول له انت ما بتفهمش، انت كذا، ويبتدي يعني يقول له انت غبي او بالظبط، ويعنفه بذلك. كان ممكن بكل سهوله طب فهمني انت عملت كده ليه، طب اقعد مع نفسك كده فكر انت، هل اللي انت التصرف اللي انت تصرفته ده قيمه وتعالى نتناقش. يعني حد من مشاهدينا او مشاهداتنا بيرد على حضرتك وبيقول لك الاسلوب ده ما بينفعش. لا ليه؟ يعني هنجربه وما بنفعش. احنا بقينا طبعا خصوصا اللي عايشين في المدن الكبيره بقوا يعني تحت ضغوط جامده، ما حدش عنده صبر، محدش عنده الصبر انه لسه يقعد يتحاور ويسمع وبتاع وكلام من ده. لا، هو انا لسه يعني الزعيقه اسهل، الزعيقه هتاخد نص دقيقه. طب بما ان محدش عنده صبر، هل جربتم كمجلس قومي للمراه او للطفوله والامومه عفوا، او كعاملين في حقل دعم الطفوله والامومه، ان يكون في قدر من الدعم والتوعيه للآباء والأمهات، خصوصا الشباب الصغير المقبل على الزواج أو حديث العهد بالزواج؟ ما ده احنا يعني بنحاول نعمله، بس على في اطار تجريبي، وبنحاول ان احنا نعمله بشكل يعني اكثر توسعا. يعني وده يعني كل القضايا الحقيقه مرتبطه ومتشابكه، لانه دي احد الاطر اللي بنحاول ان احنا مثلا نتكلم عن الطفوله المبكره بشكل عام. وخليني اقول لك على حاجه مهمه، ان القضايا الاجتماعيه والاقتصاديه وغيرها او التنمويه بشكل عام، عشان تقدر انك تحقق حاجه على الارض، محتاج انك تشتغل بشكل تكاملي. يعني ايه نشتغل بشكل تكاملي؟ ان كل الوزارات وكل الجهات المعنيه تشتغل على يعني في نفس الحاجه في نفس الوقت، بحيث ان تقدر ان هي يبقى في حزمه متكامله. هو ده اللي هيعمل الفرق. لكن طول ما احنا بنشتغل كل واحد بيشتغل في جزيره منعزله عن اللي جنبه، يعني مش هنقدر ان احنا نتحرك. ممكن ان احنا نتحرك للامام، بس هيكون ابطا من ان احنا لما كلنا نتكاتف ونعدي. طيب هل احنا السنه اللي فاتت كنا بنشتغل بشكل تكاملي يعني ولا الموضوع كان جزر منعزله؟ لا، الحقيقه احنا حاولنا ان احنا نعمل ده، لانه يعني جزء من دور المجلس القومي للطفوله والامومه ان هو يعمل تنسيق ومتابعه وتقييم للخدمات المختلفه. مدى نجحتوا في ده؟ يعني انا بلاقي ان احنا نجحنا بنسبه 50%. 50%. يعني 50% الثانيه ما اتحققتش ليه؟ لان لسه ما وصلنا، ما نفذناش على الارض. يعني قدرنا ان احنا ما نفذناش ايه على الارض؟ يعني حاجتين مهمين الحقيقه. واحده منهم قدرنا نقعد حوالين الترابيزه، مثلا فكره اضافه بصمه الكعب على شهادات الميلاد كوسيله لمكافحه التسول والاطفال اللي في وضعيه الشارع. احنا اول لما ابتدينا اقترحنا الموضوع ده في اوائل السنه، يعني في سبتمبر او اكتوبر اللي فات، يعني كان في رفض شديد على سبيل المثال من قبل الاحوال المدنيه، وكانوا شايفين لا 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 ده مش ممكن، ده هيحط عبء كبير. فقعدنا يعني معاهم ومع وزاره الصحه والسكان، لان هي وزاره الصحه والسكان هي اللي عندها مديريات يعني بدايه لازم الجهات المعنيه بالقضايا تقعد بدايه مع بعض بالزبط. على نفس الطاوله او على نفس الترابيزه ونبتدي نتكلم. بالظبط. طيب دي كان اول حاجه اتحققت. الحاجه الثانيه اتكلمنا، وبعدين مش بس اتكلمنا واقنعنا بعض الجهات، وفعلا ابتدينا ان احنا نحاول نلاقي طريقه التنفيذ وايه تكلفتها وايه المراحل المختلفه اللي هنقدر ننفذ بيها. طيب دي كانت يعني المشكله الاولانيه اللي اتعاملتوا معاها. ايه تاني المشكله الثانيه اللي لسه ممكن تكون قائمه؟ قضايا لا ما هو كل لا انا بتكلم فكره حضرتك اتكلمتي عن جهود متشابكه أيوة. ومتكامله من وزارات مختلفة وجهات معنية مختلفة في الدولة، علشان في النهاية الجهود دي تثمر والناس تبتدي تحس بيها. أيوة. وصلنا ان ده بيحصل بنسبة 50-50.
فاحنا بنتكلم ال50 اللي ما بتتحققش. ليه ما بتتحققش؟ حضرتك قلتي اولا لان الناس مش بتقعد مع بعضها، وده بيكون صعب شويه، لان كل واحد خايف ومش عايز يضيف اعباء اضافيه على كاهله. أيوة. ايه تاني؟ هو مش هيضيف عليه اعباء اضافيه الحقيقه، يعني خلاص ولكن انتهينا من النقطه دي. ايه تاني كنقطه مشكلته ثانيه؟ انه يعني ما يعني لا، هو لما هيقعدوا مع بعض هيقدروا ان هم يتفقوا، يعني لما يوصلوا لاتفاقيه لازم نبتدي التطبيق بقى. يعني لازم ان احنا نعدي من مرحله الدراسه لمرحله يبقى جديه التطبيق والتنفيذ. طبعا. وما يبقاش انه كلام وشعارات فقط في الغرف المغلقه، يعني لان احنا دايما عندنا مشكله العمل الجماعي الحقيقه. ومش عايزه اقول بس يعني على الاطار يعني لازم يبقى في شراكه حكوميه وغير حكوميه، يعني مش بس الجهات الحكوميه تتشارك سويا، ولكن تتشارك ايضا مع المجتمع المدني. طيب دي نقطه مهمه جدا، لكن قبل ما ننتقل للشراكه ما بين المجتمع المدني والجهات الحكوميه، خليني برضو اركز على الشراكه الحكوميه. حضرتك اتكلمتي في المبادرة أو الخطة الخمسية عن حق في الصحة وتعليم وحماية، وده جزء من القضايا الرئيسية اللي بتشتغل عليها الحكومة في خطتها برضو. إلى أي مدى، هنكرر السؤال بشكل آخر، إلى أي مدى بيحصل تنسيق ما بين كل الجهات المعنية بهذه القضايا في الحكومة ومع المجلس القومي للطفولة والأمومة والجهات المعنية الأخرى بقضايا الطفولة والأمومة علشان تحقق الأهداف دي بنسبة كام لكام؟ ده لا مش 10-90 10 ما بنحققش و90 بنحقق، ولا لا بالعكس 90 ما بنحققش؟ للتنسيق طبعا. تنسيق ليه؟ طبعا. طب ليه؟ لان احنا اعتدنا ان كل واحد بيشتغل لوحده، واعتدنا ان احنا نعمل في جزر منعزله. وكل واحد متخيل انه لا، انا لازم اشتغل لوحدي عشان المع، عشان شغل انا اللي يبان، فانا ابقى الستار بالظبط وانا اللي نفذت. فلازم يبقى في تغير ثقافي شويه، انه لا، احنا لما هنشتغل مع بعض في مجال ان احنا كلنا نشتغل وكلنا نلمع، يعني وكلنا والبلد تتقدم كمان بشكل افضل من اللي احنا فيه. فدي يعني اقدر يعني في لسه في مشكله في العمل الجماعي يعني. طيب لو خدنا السؤال بالشكل الاخر، التنسيق ما بين مؤسسات المجتمع المدني والدوله، او نخرج الدوله من الايكويجن او من المعادله هنا، ونتكلم على مؤسسات مجتمع المدني ورجال الاعمال. وبصراحة هل في تنسيق حقيقي؟ هل في مش بس دعم مادي، مش بس دعم عيني، لكن أنا بتكلم إن في تنمية مستدامة، إن يكون في مشروعات حقيقية لخدمة الطفل، لخدمة الأم المعيلة وغيرها. هل فعلا في دور حقيقي لرجال الأعمال الكبار في مصر في دعم مؤسسات المجتمع المدني والمجلس القومي للطفولة والأمومة؟ يعني الحقيقة يعني خليني أقول لك إنه الإرادة موجودة، بس يعني حاليا احنا مر المجلس القومي للطفوله والامومه والدوله كلها الحقيقه بظروف صعبه يعني فلو اخذنا دور المجلس القومي للطفوله والامومه ما قبل 2011 وما بعد 2011، يعني فهو كان قبل 2011 محقق ده بشكل يعني نقدر نقول 80 او 80-20 او 90-10 لو هنستمر في 90-10. التعاون مع رجال الاعمال، حقق التعاون مع رجال الاعمال، ويعني حصلت مشروعات كثيره. يعني احد قصص النجاح واحد المبادرات اللي بدات من المجلس القومي للطفوله والامومه الحقيقه هي مثلا مبادره تعليم الفتيات اللي ابتدت حوالي في 2007، وكان الفكره انه كان التسرب من التعليم للفتيات كان اعلى كتير من الصبيه، ودخلت فكره التعليم المجتمعي جوه القرى والنجوع، اللي هي مدارس الفصل الواحد، اللي هي ممكن مش لازم يبقى الطفل عشان يدخل اولى ابتدائي يبقى عنده 6 سنين، لا ممكن يبقى عنده اي سن 14 12 15 في نفس الفصل، ومن حقه ان هو يتعلم بشكل يعني في انتراكشن او يعني في تفاعل. نعم. فدي يعني الحقيقه. طب ده قبل 2011 ايه اللي حصل بعد 2011؟ ما بقاش ده متوفر؟
يعني وضع المجلس كمجلس قومي مستقل يعني اتغير مع 2011، وبالتالي القوة بتاعته أصبحت عندها يعني مشكلة. يعني طيب حضرتك علشان نكون على الأرض وأدي مثل، اتكلمتي عن صندوق رعاية الطفولة والأمومة، وقلتي انكم اطلقتم مبادرة او حملة لمحاولة التعاون مع رجال الاعمال لدعم الصندوق، صح زي ما انا فهمت كده؟ لا احنا لسه لم نطلقها، ولكن لا. احنا كنا بنعدلها. انه يعني انا كنت شايفة ان رجال الخير كتير، والناس اللي بتحب تعمل خير يعني كتير، لكن محتاجة انك تديها نموذج تطبيقي فعلي، في عامل تكلفة والعائد بتاعه، عامل حاطط أولويات، يعني تقدر انك تعمل بيزنس موديل بشكل علمي، تقدر انك انت تبيعه لرجال الأعمال، ومش عايزين نقول لهم احنا هندعموا الصندوق عشان ننفذ ده، لا احنا هنقول لهم احنا عندنا النموذج المتكامل ده، روح اعمله في القرية بتاعتك او النجهه. اديني ملامح يعني للنموذج اللي كان هيقدم، يعني اذا كان في الامكان. في كذا في لا يعني ما هو في هو لسه هم في طور الدراسه، بس بندرس كنا 3 نماذج على التوازي. واحد هو عن الطفوله المبكره، ان احنا نقدر نعمل زي دور حضانات، او مش حتى لو مش دور حضانه، ولكن ان شاء الله يعني طريقه لرعايه الطفل في المرحله المبكره اللي هي يعني قبل يعني من 0 ل6 سنين، او لو اقول من 0 ل4 سنين. يبقى مشروع استثماري وفي نفس الوقت بيقدم رعايه لائقه للطفل، صح زي ما انا فهمت؟ لا خلينا ما نقولش استثماري افضل قد ما هو اكتر مشروع خدمي تنموي، يعني غير هادف للربح. طيب يعني ان احنا لان كتير الاطفال اللي في سن ما قبل ال6 سنوات بيفضلوا قاعدين في منازلهم او في الشارع او يعني ما بياخدوش اي، يعني نسبة الاطفال اللي بتظلهم مظلة الرعاية في ما قبل ال6 سنوات حوالي 26% فقط من الاطفال اللي في الفئة العمرية من 0 ل6. والمشروع ده المفروض انه بيستهدف كل القرى وكل المناطق المختلفة في مصر. هو بيبقى مشروع متكامل، نموذج وقائم على فكرة انه المجتمع بيبقى هو مجاله المجتمع. فانا مش يعني طبعا الهدف انه يبقى في كل المجتمعات. طيب يبقى ده المشروع الاول او البروجكت الاول. كان في ايه تاني؟ حضرتك اتكلمت عن 3 مشروعات. الحمايه الحقيقه، يعني احنا كنا اتكلمنا عن لجان الحمايه وترتيباتها ودورها في ليس فقط الرد على لما يحصل المشكله، ولكن الوقايه خير من العلاج. فان هي لازم تبقى عندها دور نقدر نقول ان هو دور ايجابي للرصد ويعني ايقاف الخطر قبل ما يقع الخطر، يعني بدل ما نحل ان احنا نتلافى المشكله. واحنا يعني عندنا مشروع كبير يعني مضيناه مع الاتحاد الاوروبي في ديسمبر 2015. المفروض ان هو كان احنا من 2015 لحد دلوقتي كان بيحط نظام اطاري لكيفيه العمل الامثل بشكل مستدام لمشروع الحمايه. هل احنا عندنا طاقات بشريه بقى، بما ان احنا بنتكلم على لجان حمايه منتشره في كل ربوع مصر، هل عندنا، ده هياخدنا لسؤال مهم، الطاقات البشريه وتدريبها، هل ده متوفر ولا لسه بنشتغل عليهم؟ ما هي دي يعني واحده من البرامج دي، ان احنا نعمل
برنامج معتمد للاخصائيين الاجتماعيين، لانه دول اكتر النفسي والاجتماعي، دول اللي فيهم دايما الفئه اللي فيها مشكله، سواء في العدد او في النوع كمان، في النوع والتدريب، في الكفاءه، ففي الكفاءه بالظبط. فكان يعني المشروع بيقوم على ان برضو يبقى في اداره لتدريب الاخصائي في حمايه الطفل، لان احنا حتى لو عندنا اخصائي اجتماعي ولكنه غير متخصص لحمايه الطفل. ويعني انا حتى يعني خلال السنه اللي فاتت اللي لمسته اكتر، يعني اكتر مشاكلنا الحقيقه هي الطاقات البشريه، يعني مش مشكلتنا الموارد الماليه، لكن الطاقه البشريه اللي تقدر توظف بيها حتى الموارد الماليه المحدوده اللي عندك بشكل امثل ومستدام. يعني فجزء من البرنامج ان هو هيدرب اخصائي في حمايه الطفل، لان ده مش موجود عندنا في مصر خالص. يبقى احنا اتكلمنا عن الطفوله المبكره والحمايه، والموضوع الثالث اللي هو او النموذج الثالث اللي بيشتغلوا عليه عشان يقدموه لرجال الاعمال، يمكن من خلاله التعاون مع المجلس القومي للطفوله والامومه، هيكون ايه؟ في اطار بقى تمكين الاسره. تمكين الأسرة، يعني إيه تمكين الأسرة؟ ليه؟ يعني شوف، أنا بيؤرقني جدا موضوع أطفال اللي في وضعية الشارع، يعني وفي جهود كبيرة الحقيقة محمودة بيقوم بيها صندوق تحيا مصر بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي على مساعدة الأطفال اللي موجودة فعلا في وضعية الشارع، لكن ده ما بيقفلش الحنفية. يعني انت هتلم الاولاد اللي موجوده في الشارع النهارده، لكن ايه اللي زج بيه في الشارع من السبب الرئيسي ورا كده في الاساس. فده يعني ده مشكلتنا الرئيسيه. يعني مهم طبعا ان احنا نلحق اطفالنا اللي موجودين في وضعيه الشارع، بس احنا لما نلحقهم مش عايزين نلاقي غيرهم بكره. يعني فازاي ما نلاقيش غيرهم بكره؟ هو بتمكين الاسره. يعني ان لازم تبقى الاسره غير طارده للطفل، لان سواء الاسره بتطرد طفلها لان ما عندهاش القدرات الاقتصاديه لانها اسره فقيره، او اسره ما هياش قادره ان تتعامل بشكل ايجابي مع طفلها، فالطفل بيترك الاسره. يعني او في عنف في الاسره. ما هو ده العنف، يعني ما حبيتش اقول عنف، فقلت لك بشكل ايجابي. هم مش بيتعاملوا بشكل ايجابي مع الطفل في حد ذاته. ممكن التفكك الاسري كمان، يعني في مشاكل ما بين الزوج والزوجه بالظبط، او منفصلين. فده بيزج ايضا بالاطفال لوضعيه الشارع. فدي اللي احنا بنحاول، لسه مش قادره، يعني ما حطيناش ملامح واضحه للتمكين، لكن يعني عشان يبقى مش بس يعني في طبعا موضوع مشروعي اللي يعني بينفذ، فعلا كمشروعات الصغيره والمتناهيه الصغر علشان تمكين الشباب وغيرها، بس دي بتقوم على انه فقط انه بيدي للشاب يعني مبلغ عشان يبتدي بيه مشروع، لكن ما بيعملش جنبها حزمة توعية بازاي الدعم الاجتماعي والنفسي جيدة. الموضوع متشابك وشائك وفي جهات مختلفة زي ما حضرتك تفضلتي قبل كده، واحنا اتكلمنا فقط عن الطفل الذي يتعرض للعنف بأشكاله وألوانه المختلفة وازاي بنتعامل معاه وخط نجدة الطفل. بالتأكيد النقاط الأخرى تستحق حلقات وحلقات، لكن وقتنا مر سريعا مع حضرتك. في دقيقتين لو تكرمتي، أهم الملفات اللي فعلا تستحق أنها تنهى أو تصل لنقطة النهاية وتبدأ فعلا على الأرض خلال الفترة القادمة، اللي يجب على القائمين على المجلس القومي للطفولة والأمومة في الفترة القادمة أنهم يسرعوا وتيرة العمل بها.
المشروع بتاع لجان الحماية ده يعني ما زال لسه مبتدي في ديسمبر اللي فات، فده مهم جدا لأنه 5 سنين، فده من المواضيع المهمة الحقيقة. أيضا اختبار الخطة التنفيذية لقضايا الطفولة خلال السنة الجاية، ده برضو مهم عشان نقدر ان احنا نراجعها ونضمنها في الخطة التنفيذية للدولة اللي تحت رؤية مصر 2030. دي من الملفات المهمة. وتقرير مصر الدوري الحقيقة اللي بيقدم لاتفاقية حقوق الطفل الدولية، ده أيضا من الحاجات المهمة اللي احنا يعني نحاول ان احنا على الأقل نهتم بيها عشان الانتهاء من النماذج الثلاثة اللي حضرتك كنت بتتكلمي عنهم. طبعا ده في إطار الصندوق والدعم، وان انا يعني بتمنى كل التوفيق للأمين العام القادم، لأنه الحقيقة الشيلة تقيلة وكان الله في العون يعني. نتمنى كل التوفيق للأمين العام القادم، وبنشكر بالتأكيد دكتورة هالة أبو علي الأمين العام السابق للمجلس القومي للطفولة والأمومة وعضو مجلس النواب وأستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة. وأعتقد أن النقطة الأهم هي نقطة التنسيق والتكامل ما بين الوزارات المختلفة والهيئات الحكومية المختلفة المعنية بقضايا الطفل. ما نبقاش بنشتغل في جزر منعزلة زي ما كانت دكتور هالة بتقول ان النسبة 10 لعدم تحقيق ذلك لا عفوا، هي العكس، 90% ما بنعملش ده و10% فقط بنعمل ده. بنتمنى ان احنا بداية نوصل على الاقل 50-50 ومنها ننطلق إلى نسبة أكثر من كده. إن شاء الله الأسبوع القادم حلقة جديدة وموضوع جديد، وممكن نستكمل الحوار عن قضايا الطفولة والأمومة الخميس 2:30 ظهرا بتوقيت القاهرة. حتى نلتقي لكم أطيب تحياتي.